اهلا بيكم. حابب النهارده اتكلم على موضوع آه، رجوع الوزن بعد اجراء جراحات السمنه. هل ده نسبته عاليه او كل الناس وزنها بيرجع بعد جراحه؟ بالقطع لا، لكن في نسبه الوزن قد يرجع تاني بعد سنتين او 3 سنين من اجراء جراحات السمنه. يا ترى ايه اسباب؟ لو احنا اتفقنا مع بعض ان السمنه المفرطه دي مرض، يبقى الرجوع المرض ده له قواعد برضو في علم الجراحه. اهم هذه الاسباب ايه؟ نمره واحد، بيقول لك اختيار العمليه الخطا. او يعني ايه اختيار العمليه الخطا؟ يعني مريض مثلا عنده شراهه لاكل الحلويات والسكريات، فده يبقى المفروض نعمل له عمليه تحويل المسار مش عمليه تكميم المعده. فلو عمل تكميم المعده وفضل ياكل في حلويات، لانها هتعدي، لان الحلويات دي حاجه طريه وسايله، او ايس كريم او ممكن يرجع لوزن. يبقى دي اول حاجه، ايه؟ انك انت اخترت العمليه الخطا. تاني حاجه، انك عملت العمليه غلط. العمليه اتعملت مش بالمواصفات العالميه، سواء في تحويل المسار ما فوتش اول 2 متر من الامعاء، او في التكميم عملت التكميم واسع ما عملتش بالمواصفات العالميه. يبقى دي انك اجريت العمليه غلط. نمره 3، مريض غير متعاون. يعني المفروض انت بعد العمليه دي عملت تكميم، عملت تحويل مسار، انك بتاكل اكل صحي. صحيح كميات الاكل كده كده بتقل، بس ما انت ممكن تاكل كميات قليله بس من اطعمه فيها نسبه دهون ونسبه سكريات عاليه. يبقى هنا انت ايه؟ ما ساعدتش نفسك. دول هم اهم 3 اسباب لرجوع الوزن بعد جراحات السمنه. هل له علاج؟ طبعا له علاج. ان احنا لا بنضطر ان احنا نخش ونعمل اعاده لجراحات السمنه، وغالبا في عمليات الاعاده بتكون من تحويل المسار، وليس نعمل عمليات تحويل مسار وليس اعاده تكميم.